وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا احلى واطعم قلقاس صيامي بدون زيت وبدون سمن وبالف هنا. بكم اعزائي المشاهدين في قناه مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. النهارده حبايبي هنعمل القلقاس صيامي بدون زيت وبدون سمن، بامانه ربنا طعمه خطير احلى من الفطار 100 مره. هنعمله ازاي؟ يلا بينا. النهارده حبايبي هنعمل قلقاس صيامي بدون زيت او سمن بطريقه حلوه قوي قوي، سهله وبسيطه، والطعم بامانه خطير في الجمال. بالشكل ده حبايبي قشرت البصله وقطعتها وحطيت عليها 3-4 فصوص ثوم وهضربهم حلو في الماشين بالشكل ده. حبايبي ضربت البصلايه مع 3-4 فصوص ثوم بقوا بالشكل ده. دلوقتي بقى هنفضيهم في الحله من غير اي شيء، هنفضيهم كده اهو بالشكل ده، وهناخدهم على النار على البوتاجاز بالشكل ده. حبايبي اخدت البصل والثوم، البصلايه و3-4 فصوص الثوم اللي احنا ضربناهم في الماشين، اخدتهم في الحله بالشكل ده بدون سمن بدون زيت اهو كده. ودلوقتي بقى عندي التوابل هي عباره عن رشه بابريكا، رشه فلفل اسمر، رشه ملح، رشه ثوم بودر، بصل بودر، وعندي يا اما تحطي رشه فيجيتا يا اما تحطي رشه ماجي. الماجي برضو صيامي. فاهي الحاجات كلها اللي قلنا عليها هنضيفها كده على البصله وهنقلب وهنخليها كده ايه يعني البصلايه تتشبع من التوابل اللي احنا حطيناها. هنقلبها ايه شويه كام تقليبه كده كام تقليبه. ودلوقتي يا حبايبي في الماشين هي عندي حزمه كزبره او بقدونس، ممكن تكون فريش او فروزن زي كده، انا عندي فروزن في الفريزر كانت. دلوقتي بقى هنضربها كده في الماشين بحبه ميه صغيرين بالشكل ده. حبايبي حطيت الخضره مع حبه ميه صغيرين في الماشين، بقت بالشكل ده اهي. دلوقتي بقى هناخدهم وهنحطهم على البصل والثوم بالشكل ده. حبايبي حطيت الخضره اللي ضربناها في الماشين مع البصل والثوم بقى بالشكل ده. ودلوقتي بقى بعد ما قلبت تقليبه كده تقليبتين بالشكل ده، دلوقتي بقى عندي ميه عاديه من اللي احنا بنشربها وهنفضي كده على قد القلقاس بتاعنا. انا هجيب شويه ميه تاني بالشكل ده. حبايبي الشوربه بتاعتنا غلت اهي كده، تغلي غلوتين. وانا عندي السكر الابيض العادي، انا بحرف المعلقه الصغيره اخدت ربع معلقه سكر، ليك الحريه ان انت تحطيها او لا، بس انا بحب ان انا احطها مع الشوربه الصيامي بتديها طعم احلى بالشكل ده. لازم الشوربه تغلي حلوه قوي قوي، يعني سيبيها كده تغلي غلوتين 3. ودلوقتي حبايبي هنضيف القلقاس وهو متفرز، ما تسيبوهوش يحل من التلج بتاعه، لا وهو فيه تلج ونحطه بالشكل ده اهو على الشوربه الجميله بتاعتنا الصياميه. نقلب على طول بعد ما حطينا القلقاس في الدمعه بتاعتنا دي اهي. القلقاس هنا مش بياخد سوا خالص، يعني يا دوب غلوتين، لو زودتي عليه هيتهرى منك، وانا ما بحب الشوربه كتير فيه اهو، يعني بتبقى معقول كده، بس ليك الحريه ان انت تزودي الشوربه او تقلليها بالشكل ده. حبايبي بعد ما حطيت القلقاس اهو، القلقاس مش بياخد سوا خالص، يا دوب غلوتين وتطفي عليه عشان ما يتهرش منك، وليك الحريه ان انت الشوربه تخليها كتير او قليله، يعني براحتك اهو. انا مخليها بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنغطي الحله كده وهنخلي القلقاس ياخد غلوتين وهنرفعه على طول من على النار. يا حبايبي رجعنا للقلقاس اهو بالشكل ده اهو. بصي اهو القلقاس بامانه ربنا خطير في الجمال اهو بالشكل ده. وهنشوف ان هو استوى ولا لا. هنقطع حته كده واحده كده اهي اهو. هي كده هو كده خلاص، هو كده خلاص استوى اهو بالشكل ده. نرفعه على طول من على النار.
وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا احلى واطعم قلقاس صيامي بدون زيت وبدون سمن وبألف هنا. باي باي.